أصدقائي الكرام، قبل شوي اتصل فيني رجل الأعمال والمستثمر من إخواننا اليمن من مواليد السعودية، اسمه قايد عكازة الشهاري، بنزل لكم صورته. قال أبو معاذ، تشوف ذا القبول اللي لفيصل بن عبد الله الراجحي؟ قلت إيه؟ قال لا تفكرون يلي ما تعاملتوا مع، احنا بيننا وبين فيصل صداقة، أنا شخصيا لا يوجد بيني وبينها أعمال، صديق، ولا تدخل في شيء ما يعني أعماله الخاصة والتجارية، حتى شركته ما بعد جته فيها. جاء قبل يقول أيام كورونا، يقولوا أشتري منه بيت 4000 متر في غرب الرياض، يقولوا عطيته عربون وما بعد اكتمل المبلغ، يقولوا خذينا مدة، يقولوا خذيت ولا يتصل فيني، البيت شاريه ب10 مليون. قال كيف حالك يا قايد؟ قال طيب. قال يا قايد أبشر بالخير، عطنا حسابك إن كان ودك. يقول ما بعد عادت إلا عربون، ولا بعد نقلنا البيت، ولا بعد كملت فلوسه. يقول بإمكانه، يقول لا ما الله قسم بيه، عاده في البيت. قال أحد قرايبي يبغى البيت ب14 مليون، وعطنا حسابك نحول لك العربون اللي حولتني إن كان ودك، وإن بغيت بيتك نحول لك 4 مليون والعربون. يقول قلت لا والله أبو عبد الله أبغى البيت. قال خلاص حول لي باقي فلوسي والوعد وأفرغ. يقول أفرغ البيت. يا أصدقائي الومضة، هذا القبول اللي فيصل بن عبد الله الراجحي ما جاء اعتباطا. بعض الناس عنده مليارات وتريليونات ويبغض حتى الأرض اللي يسير عليها، وبعض الناس رجل أعمال ومحبوب ومحترم. القبول والاحترام والتقدير هي هبة من عند ربي. حتى بعض الناس تشوف الخذلان عليه لو إن عنده تريليون، وبعض الناس تشوف الوقار عليه. يا أصدقائي فرحت بهذه السالفة، والله لا يدري فيصل ولا هو بداري لين أنزلها، لأن هذا يشهد الله عليه، هذا أنا نزلت باسم الرجال، إن هذا العلم اللي قيل لي. الرجال يتذابحون عنده 400 ريال، عنده 4000، عنده 40، عنده 400,000، ويخونون ويحلف الرجال بقاطع النية والذرية ثم يخون. شوفوا هذا الرجل اللي وضع له الله القبول والاحترام والتقدير. يقولون إن في الأثر إن الله يأمر جبريل، يقول يا جبريل إني عليه السلام إني أحب عبدي فلان، فينزل حبه من سماء إلى أن ينزل في الأرض، يحبه كل شيء في الأرض. والبعيد يقول يا جبريل إني أبغض عبدي فلان، فينزل بغضه، ينادي جبريل فينزل بغضه من سماء إلى سماء إلى سماء للأرض حتى يبغضه كلش. الوقار والهيبة اللي فيها أبو عبد الله والاحترام والتقدير والمعزة ليست علشان ماله ولا علشان أنه ولد عبد الله بن عبد العزيز الراجحي، لا، كم من واحد ولد عرب ولا يحظى بهذا الاحترام. تحياتي، هذه عطتني ومضة إن الواحد ما يبيع ذمته مقابل المال، يشتري ذاته وأمانته وكلمته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيعان بالخيار ما لم يفترقا.